ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه رامي صبري الجديده من البوم معايا هتبدع. اغنيه احنا في حته تانية لسه نازله كده حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه رامي صبري الجديده اغنيه في حته تانية. الاغنيه يا جماعه لسه نازله كده بقالها حبه حلوين، قلت اطلع اقول لكم رايي فيها. الاغنيه يا جماعه هي من كلام محمد الكوياتي ومن الحان رامي صبري نفسه ومن توزيع طارق توكل. انا شايف ان الاغنيه من الاغاني المختلفه جدا رامي صبري عملها. بجد يا جماعه الاغنيه يا جماعه بجد من اكتر الحاجات اللي كان عاجبني فيها الريتم بتاعها والمزيكا. بجد يا جماعه رامي صبري مركز جدا في الالبوم ده. مفيش اغنيه او تراك لغايه دلوقتي نزل من الالبوم معايا هتبدع رامي صبري الا يا جماعه لما سمعت اغنيه كانت على الاقل ما فيها تستاهل 8 من 10، ما نزلتش عن كده. فالاغاني يا جماعه بصراحه لغايه دلوقتي كلها بوم جدا. فرامي صبري بصراحه فاجئني جدا، يعني عامل يا جماعه شويه اغاني فعلا هتعيش كتير جدا وهتضاف يا جماعه لتاريخه. الالبوم ده هيبقى علامه مهمه جدا لرامي صبري. اول انتاج يا جماعه رامي صبري عامل مجهود جامد قوي في المزيكا، على مستوى الالحان، على مستوى الاشكال الموسيقيه اللي اتعملت في الالبوم، او حتى الكلمات والمواضيع نفسها. هو يا جماعه اول 3 اغاني، اول حاجه ابتدى باسم الالبوم الاغنيه بتاعت معايا هتبدع، بعد كده قام دخل بقى بايه التقيل بتاعه بقى الاغنيتين الدراما بتوع الالبوم. هي اغنيه مختلفه جدا من نوعها، من الاغاني اللي حلوه قوي ومن الاغاني اللي هي كلها كده يا جماعه ايه حب وجميله. بصراحه انا كانت عجباني جدا وكانت شداني جدا من اول الاغنيه لغايه اخرها بصراحه. فالاغنيه يا جماعه كانت تقيله، الاغنيه على مستوى الكلمات فانا شايف بصراحه ان ابدع فيها جدا محمد الكوياتي. محمد الكوياتي يا جماعه من الناس اللي بتكتب بصراحه كلام دايما جديد كده وبيبقى مختلف، ودايما هو يا جماعه بيليه في الاغاني بتاعت الحب والغرام والحاجات دي. هو اكتر حاجه بيليه فيها بصراحه محمد الكوياتي. يعني يا جماعه عامل حبيتها يا ناس لتامر حسني، دي من الاغاني اللي مكسره الدنيا جدا، كانت من فيلم بحبك لتامر، وبصراحه كانت من الاغاني اللي علامات جدا لتامر حسني بصراحه الفتره الاخيره. فانا يا جماعه بصراحه مبسوط جدا ان هو اشتغل مع رامي صبري. انا عايز يكرر التعاون ده كتير جدا الفتره اللي جايه، وبجد يا جماعه بحييه على الكلمات بتاعتها، الكلمات بتاعتها كانت حلوه جدا. بالنسبه يا جماعه للالحان فلغايه دلوقتي كل الحان الالبوم رامي صبري، هي بس اغنيه معايا هتبدع كانت كلمات والحان عزيز الشافعي، لكن الاغنيه دي الحان رامي صبري برضه. شايف ان رامي صبري بيخش يا جماعه في حته الالحان، هو عارف بيعمل ايه بصراحه، استاذ في الموضوع ده. فعلا يا جماعه بيعمل الحان بتبقى فعلا مستواها بيبقى كويس جدا على مستوى الكلمات والتوزيع اللي بيتعمل عليها اللحن. التيمه اللحنيه يا جماعه بجد من الحاجات اللي كانت فاجئتني جدا في الاغنيه. انا يا جماعه دلوقتي شايف ان الجانب الدرامي في الالبوم اقوى بكتير من الاغاني اللي هي الحب والغرام، او الاغاني اللي هي فيها بيت جامد شويه او تكنو او هاوس او مقسوم. شايف ان الاغاني الدراما رامي صبري بتعيش اكتر بصراحه. يعني انا يا جماعه بشوف ان هو في الاغاني الدراما بيبقى جامد قوي. برضه يا جماعه في اغنيه لسه هتنزل قريب اسمها تفتكرني ساعات، برضه يا جماعه من الاغاني اللي هتبقى تقيله قوي قوي في الالبوم. في اغنيه فاكر نفسك هديه، برضه يا جماعه في شويه مواضيع كده رامي صبري هينزلها، وفي شويه اغاني لسه في تقيل كتير جدا جاي. فدي كده يا جماعه رابع اغنيه من الالبوم. بصراحه انا كنت الالبوم ده من البدايه كنت حاسس ان انا هشوف فيه شغل كتير كويس، وكنت بصراحه متبشر بيه قوي، والحمد لله يا جماعه طلعت توقعاتي صح. الالبوم فعلا يا جماعه يستاهل ان هو يتسمع. يمكن بس انا اتضايقت شويه من فكره ان مفيش فيديو كليب لكل اغنيه، او لا 7 اغاني حتى من ال8، حاجه مش مشكله ممكن تعدي، بس برضه انا كنت عايز اشوف شغل جديد بدل ما اشوف كل مره ليركس. هي فكره كويسه وتحتسب لرامي صبري. شايف ان رامي صبري مركز جدا يا جماعه في الالبوم ده في كل حاجه بصراحه، حتى يا جماعه الماركتنج هو شاطر جدا برضه في الحته دي بالذات في الالبوم ده. فبصراحه انا شايف ان هي فكره تتكرر كتير كل سنه رامي صبري او كل سنتين يجهز البوم مثلا يكون صغير ما يكونش فيه اغاني كتير زي الالبوم ده، وان هو مثلا ينزلها على فترات. بصراحه يا جماعه فكره كويسه جدا وبتنجح الاغاني وبتديها حقها اكتر وبتعيش اكتر، غير لما ينزل اغنيه او ينزل البوم كل مره واحده هيتظلم، هيطلع اغنيتين 3 والباقي كله ممكن ما يبقاش من احسن الاغاني. ممكن تكون يا جماعه الاغاني اللي انتوا شايفينها مش احسن حاجه دي مظلومه، انها هي دخلت في وسط الاغاني الجامده، فكله دخل في بعض، فهيطلع في الاخر اغنيتين 3 هم بس اللي جامدين والباقي هيبقى عادي. فانا شايف انها فكره حلوه، ان انا شايف ان الالبوم بينزل كل شويه اغنيه في اغنيه، دي فكره كويسه جدا. الاغنيه بشكل عام ككلمات ولحن وتوزيع اقوى حاجه فيها بصراحه كانت الكلمات واللحن. التوزيع كان معمول بشكل كويس جدا من طريقه توكل، وكان ملائم مع الكلمات والالحان، بس اللي كان شاددني اكتر حاجه الكلمات والتوزيع. برده يا جماعه كان تقيل على فكره في الاغنيه، واللحن من رامي صبري بصراحه كان طالع بشكل احترافي جدا. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، عايز اعرف رايكم ايه، وقولوا لي الاغنيه كانت حلوه ولا مش قد كده. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت استنيتوا وتشوف اشتركوا وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم وعدوا تظهروا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.